مساء الخير مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستديو الدكتور فرياد سليمان خلف، اختصاصي في طب الأسنان وجراحتها. انتو نحن خلونا نرحب بضيفنا لحتى نبدأ بحلقتنا. مساء الخير دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا استاذ عماد، الله يعطيكم العافيه. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. رح يكونوا زملائي بالكنترول شيرين وشيزر. فيكم تنضموا عبر الأرقام التالية للبرنامج. أي حد عنده أي سؤال فيكم تنضموا عبر الرقم الأرضي 429 101. عبر الواتساب برسالة فيكم تنضموا لنا أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص مجال السنية 093 82 80 81 4 برسالة عبر الواتساب. مشاهدينا اللي برات البلد أيضا فيكم تنضموا لنا عبر البث المباشر، بث الإذاعة بوير عربي. البث موجود، وأكيد فيكم بأي رسالة بتكتبوا أكيد عبر أي كومنت رح نجاوب على سؤالكم بآخر الحلقة. لنبدأ بموضوعنا. موضوعنا أيضا هو مهم كتير، أيوة، اللي هو بيحكي عن الزرعات السنية. هل يعني خلينا إذا جاز التعبير الحركة الجديدة اللي فاتت بعالم الأسنان أو طب الأسنان. أيضا رح نحكي عن موضوع مهم كتير وأيضا شائع بالقسم أو الجزء الثاني من الحلقة، هو أسباب الروائح الكريهة اللي عم تنصدر من الفم، شو هي وكيف بيتم علاجها. هالأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور فرياد. بداية دكتور، الزرعة السنية لحتى مستمعينا يستفيدوا كمان، شو هي الزرعة السنية؟ مساء الخير للكل، لك وللمستمعين. الزرعة السنية بشكل مبسط فينا نقول هو عبارة عن تعويض، نقدر هو عبارة عن طريقة للتعويض نحط فيه سن مفقود. كمان يعني الزرعة السنية تعتبر طريقة حديثة بديل أفضل، اللي تعتبر إنه الزرعات هي طريقة أفضل من غيرها لحتى نعوض عن سن فقده المريض. سابقا كان يتم وضع اما نقدر نقول حشوة، لا منه جسور او تيجان او بدلات. هلا حاليا وكان يتم لحتى تعوض عن هذا السن المفقود، كان المفروض تخرب مثلا سنين لحتى تقدر تعوض عن سن. هلا حاليا الزرعات انه انت فيك تحافظ على بقيه الاسنان وتعوض محل السن المفقود لحاله. تماما. دكتور، ذكرت موضوع السنين، يعني هالسنين اللي كان لازم يخربوهن او يشتغلوا فيهم كانوا سنين سليمين، يعني كانوا اسنان سليمه. وهالشي هذا اكيد كان بده شغل، كان بده شغل ومصاريف زياده، وعم تفقد سنين لحتى تعوض سن واحد. تماما. دكتور، ايمت بيتم تركيب السن وشو مجال استخدامات الزرع؟ يعني عم نحكي عن موضوع الزرع، شو هي مجال استخداماته وكيف بيتم هالزرع؟ هلا قبل كل شيء الزرعات لحتى المستمعين يفهموه بشكل مبسط انه هي عباره مثل ما تقول مثل برغي بينحط جوا العظم. نحن بطريقه معينه نحط فيها الزرعه اللي بتشبه شكل البرغي تقريبا. نحن نحطها على العظم لحتى نعوض فوقها السن. وطبعا هاي الزرعات تجي بأقطار وبأطوال مختلفة حسب المحل اللي بدنا نعوض عليه السن. هلا الاستخدامات بشكل عام يعني هي نحن نحط الزرعات لحتى نحط فوقها تيجان انه كسن واحد، او لحتى نسوي جسر انه مثلا نحن نحط زرعتين ويصير جسر مثلا 3 قطع 4 قطع اللي هو. كمان عندنا لما يكون مريض أدرد. المريض الأدرد هو المريض اللي ما عنده ولا سن. طبعا هذا نهائيا، يعني هذا يكون يشاهد بالأعمار الكبيرة، يعني ما يكون عنده ولا سن أبدا. فنحن نحط له عدد معين من الزرعات، يا أما يكون تعويض ثابت إنه نحط عدد معين من الزرعات وينحط فوقه جسر، أو عدد أقل وينحط فوق مثل ما تقول بدلة، يعني بالمصطلح الدارج. كمان في عنا نوع معين للزرعات، هي الزريعات تكون بشكل صغير، يعني أحجامها صغيرة. هي أكثر شيء بتستعمل بمجال التقويم، إنه في حال إذا عنا سن وفي قدامه مسافة صغيرة، نحن لنجر السن
نحط هاي الزرعة كمان ونربط تقويميا لينجر السن ليخفف المسافة. كمان يعني الزراعات يعني هي يعني بديل حاليا التوجه عالميا والطب الحديث انه نتوجه للزراعات، لانه عندك فائدة اكثر من انه تخرب سن او سنين كرمال تعوض على سن مفقود. هي اكيد النتائج يعني ربما مضاينه كثير دكتوره، يعني عم تطول. ربما يعني شو السبب لحتى لجأوا الاطباء انه لجأوا لموضوع الزرعه يعني؟ هلا هو الطريق الزرعه انه هي صار مثل ما تقول انه بيشبه السن تقريبا يعني. تقريبا يعني هو انت عمليا انت كانه عم تسوي جذر للسن وتحط فوقه سن تعويض اللي هو يا اما جسري او سن. اكيد المستمعين هلا عم يسمعونا حدا منهم عم يسال يا ترى هل الزرعه او البرغي اللي ذكرتوه مثل ما من شوي يعني انه بينزل للعظم الفكين دكتور، بيوصل للفكين؟ هلا الزرع هو عمليا نحن هو بتم تحت التخدير الموضعي بمطلق الاحوال. هي عمليه بسيطه ما بدها شيء. نحن بعمليه الزرع نحن بس مجرد عم نفتح اللثه وعم نحفر بالعظم نحن بنقول له دريل. انه انت عم تحفر العظم لتهيئ محل الزرعه تماما، وعم تحط الزرعه وبعدين عم تسكر فوق منها. طبعا بيتم التعويض على مراحل، يعني هلا بعدين رح نحكي انه في طريقتين للتعويض. أكيد. لحتى ننتقل للمرحله او نقاشنا القادم، خلوكم معنا بعد هالفاصل الصغير مستمعينا. انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، ضيفنا الدكتور فرياد سليمان خلف، طبيب اسنان وجراحتها. فاصل صغير وبنرجع. رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، متابعي إذاعة بوير اف ام، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو دكتور فرياد سليمان خلف، اختصاصي في طب الأسنان وجراحتها. موضوعنا اليوم عم نحكي عن زراعات السن أو الزراعات السنية إذا جاز التعبير. بلش يعني عم يحكي لنا الدكتور إنه بأي مجالات وكيف وصلنا لموضوع أو محور مهم كتير. كان رح نسأله أيضا للدكتور إنه شو هن الأعمار اللي من المفروض إنه ينزرع لهم، أو شو هن الأعمار اللي ممكن نزرع لهم. لكن قبل ما نطرح سؤال، حابب أذكر أي حد عم يسمعنا هلأ بسيارته بالبيت وين ما كنتوا، فيكم تشيلوا السماعة الأرضية، الرقم الأرضي 429-101، وتنضموا عبر الاتصال الأرضي لبرنامجنا. أيضا عبر الواتساب ممكن ومتاح، أيضا عبر رسالة 093-82-80-81-4. مشاهدينا اللي برات البلد عبر البث المباشر بوير عربي، أي سؤال بيخطر على بالكم بمجال الأسنان وجراحتها عبر البث المباشر، رسالة بتكتبوها رح نجاوب عليها. دكتور، الأعمار اللي ممكن إنه تزرعوها أو مسموح لكم تزرعوها؟ هلا بصراحة الزرع تقريبا إنه نحن فينا نزرع لأي مريض بعد سن البلوغ. يعني ممكن نزرع لمريض فوق ال 17-18 سنة. أيوة. يعني
المهم يكون فوق سن البلوغ، لانه عندنا اثناء فتره البلوغ في تغير مستوى اللثه والعظم، وليصير في نضج عند المريض. بالمجمل يعني فوق العمر فوق 17 18 سنه نقدر نزرع لاي مريض. تماما. المصطلح العلمي اللي على طول بنذكره انه مضاد للاستطباب، انه ما يمكن انه نزرع الحاله او الحاله اللي انه ما في مجال انه نزرعها، وباي المجالات انه اذا جاز التعبير مثل ما بيقولوا مضادات الاستطباب عند الزرعه. هلا مضادات الاستطباب المطلقه اللي لنشرحها للمستمعين بالعاميه انه الحالات اللي ما فينا ابدا ولا باي شكل من الاشكال نحط الزرعه السنيه، اللي هي حالات السرطانات. أيوة. بشكل عام مرضى اللوكيميا، في عندك المرضى اللي عم يتناولوا ستيرويدات اللي هو الكورتيزون بشكل لمدة طويلة جدا. هلا في عنا حالات تانية انه نحن نقدر نزرع للمريض هاي مضاد، هاي يعني بشكل مطلق ما فينا نزرع له للمريض. الحالات الثانية انه نحن فينا نزرع للمريض ولكن في خطورة بفشل الزرعة، اللي هي انه اذا مريض عنده مثلا مريض عنده سكري والسكري مو مضبوط، كمان المرضى اللي ما عندهم عناية فموية، انه صحة فموية تكون سيئة، والمرضى المدخنين بشراهة جدا. طبعا هي كلها تؤثر بشكل على اللثة وعلى العظم، لانه اذا كان عندنا لانه كل السكري او العوامل هاي والصحة الفموية السيئة، انه الواحد ما يهتم باسنانه وما يفرش اسنانه ابدا. ومرضى السكري يصير عندهم هشاشة باللثة. أيوة. يصير انه تزداد نسبة التهابات اللثة عند المريض، فهذا يؤدي بالنهاية الى تراجع عظمي، اللي هو نحن بالاساس الزرعة عم تنحط جوا العظم، فاذا صار عندنا التهاب باللثة يؤدي الى تراجع بمستوى العظم السنخي، فتنكشف الزرعة ويصير ينتقل الالتهاب، يصير عندنا حالة التهابية تنتقل من اللثة إلى الزرعة، ويصير عندنا التهاب حول الزرعة. هذا يؤدي لفشل الزرعة بالنهاية، وبيكون المريض خسر الزرعة وخسر التعويض وخسر بالنهاية، يكون التكلفة المادية كمان بيخسر مصاري كمان. مثل ما قلت انه هو اهم شيء يعني هاي الحالات انه مو مطلقة، يعني ما يعني مو انه ما فينا نزرع للمريض ابدا، ولكن انه اذا كان عنده هالشغلات تزداد نسبة الفشل. تمام. بينما إذا المريض عنده السكري مضبوط، عم يتناول أدويته، عامل حمية، بيعتني بسنانه، عنده صحة فموية منيحة. حتى يعني مو أهلا واحد يقول لنا والله إذا أنا عم أدخن معناته ما أقدر أزرع، لا أكيد لا، بس في حد معين يعني عوامل مؤهبة يعني تقدر تقول. دكتور، الحالة الخوف دائما عند المرضى اللي أو مراجعين الأطباء السنية، موضوع التخدير دائما بيشكل النقطة المهمة. أحيانا المريض بيستعد أنه يتحمل الوجع وما بيتحمل موضوع التخدير والإبرة التخدير. هلا الزرعات كيف بيتم يا ترى تخدير موضعي أو بتلجأوا لتخدير عام؟ يعني إذا هلا بصراحة العملية يعني وضع الزرعات السنية هي عملية كتير بسيطة وبتم تحت التخدير الموضعي. مثل القلع اي سن، مثل يعني انت انه نفس التخدير اللي عم ينعمل لتحط حشوه للسن او لتسحب عصب للسن، نفس الماده المخدره ونفس التكنيك ونفس العمليه. يعني هو الموضوع بس مجرد انه اجراءاته شوي اكثر باعتبار نحن عم نوصل للعظم، ولكن هو عم يصير تحت تخدير موضعي، ما في اي اشكاليه. يعني حتى اذا مثلا مريض عم يقول لنا مثلا دكتور والله معي ضغط او معي سكري او اعتبارات ثانيه مثلا، نحن نقول لا، انه التخدير الموضعي كمان في كذا نوع للماده المخدره. انه مثلا الشخص الطبيعي فينا نستعمله ماده معينه، اللي معه السكري يستخدموا ماده معينه ثانيه. انه ما في اي مانع يعني. طبعا اذا في حالات معينه نطلب استشاره اطباء الداخليه او اي دكتور، انه نحن لحتى نحدد نوعيه المخدر المناسبه للمريض. تمام. دكتور، لو نحكي عن موضوع التعويض، احيانا صرنا بزمن السرعه والتعويضات السنيه، التعويض السني يعني صار
بشكل أسرع. يعني صار أحيانا مراجعينكم بيكونوا من برات البلد، لا بيجوا بفترة معينة ومستعجلين وحابين أنه يعودوا السن، أو اللي عندهم مشاكل بالابتسامة. فالمريض دائما بيطلب النتائج على عجالة. التعويض عندكم والفترة الزمنية لو تحكوا لنا عنها. تمام. هلا بشكل طبيعي هلا نحن حاليا يعني الزرعه بشكل اساسي لما طلعت نحن الهدف الاساسي من وضع الزرعه قلنا لك انه نحن نحطها بالعظم. نحن بالعاده نترك الزرعه شهرين تقريبا بالفك السفلي، ومن 3 شهور ل4 شهور بالفك العلوي. نحن عم نتركها هالمدة المعينة، هالفترة الزمنية نحن عم نتركها كرمال يصير في شيء اسمه اندماج عظمي. انه الزرعة هي عبارة مثل ما قلت لك عن برغي فيها مسننات تقريبا. نعم. فلحتى يتداخل العظم بين هالمسننات وتصير جزء من العظم، انه يصير عنده ثبات، اندماج نحن نقول له اندماج عظمي. لحتى يصير ثبات بالزرعه، لحتى اذا المريض فات يعني بلش ياكل على الزرعه وهي ما يصير مشاكل او ما تتخلخل وتوقع. فنحن بالعاده نتركها بشهرين بالفك السفلي، 3 شهور ل4 شهور بالفك العلوي. ولكن عندنا استثناءات. هلا طبعا يعني نتيجه تطور العلم ومثل ما قلت عصر السرعه، يعني صار حديثا موضوع زرعات نحن نقول الزرعات الفوريه، اللي هي نحط الزرعه ونقدر نعوض للمريض، يعني نحط السن فوق الزرعه تقريبا خلال 15 يوم أو أقل أحيانا. يعني هذا موضوع كتير مساعد. يعني أحيانا إذا عندك مريض بده يحط زرعات للمنطقة الأمامية إنه مشان ابتسامته، أو مريض مستعجل مثلا إنه كان بده عنده سفر أو أي شيء إنه هو محصور بوقت معين، نحن نقدر نحط له. طبعا هي النوعية كمان هي نوعية خاصة من الزرعات، نحن نقولها نحن الزرعات الفورية. هاي الزرعات مثل ما قلت إنه نحن نقدر نحطها ونعوض عليها الأسنان المفقودة خلال فترة يعني بالغالب تكون يعني ل 15 يوم أو أقل أحيانا حسب. ممتاز كثير دكتور. هلا دائما بأي أحيانا كان العمل بسن معين كان في تحضير للمريض، أحيانا إنه مثلا في التهاب لثة، في سن كذا، في خراج تحته. بموضوع الزرعة يا ترى في عملية تحضير، أو كيف ما كانت اللثة ملتهبة فيكم تشتغلوا؟ أو أكيد لا. مثلا يعني هالموضوع هذا يا ريت تشرح لي. أكيد لا، بس طبعا يعني لحتى انت تحط زرعه اكيد يعني اذا السن هلا فينا نحن نحط الزرعه مثل ما قلت لك في فوري وزرعه بشكل عادي. طبيعه الحال اذا المريض عنده اي التهابات باللثه او عنده خراجات، يعني محل اللي انت بدك تحط الزرعه اذا كان في خراج، نحن عمليا نحن بنأجل موضوع الزرع. نحن اولا نقلع السن اللي عليه الخراج ونعمل مثل التجريف وبننظف الخراج ونترك المريض لحتى يتعافى، بعدين بنحط الزرعات. كمان موضوع انه المريض لازم يكون يعتني بسنانه. يعني نحن ما نقدر نحط بالاساس، يعني اذا مريض عنده التهابات لثه كتير شديده ما نقدر نحط له زرعات، لانه بالنهايه راح يصير في فشل بالزرعه. فنحن يعني اول شيء نعمل سواء كان تنظيف للاسنان، معالجه اللثه، معالجه الخراجات، نحن نعالج كل هدول بالأول لحتى أنه نحن وقتا نحط الزرعة نحطها على أساس سليم، ولحتى المريض يستفاد وما يصير عنا فشل بعدين، بيكون المريض خسر وقت وخسر تعب وخسر كمان بالنهاية يعني تكلفة مادية مؤكدة. هاي نعم. ننتقل للقسم الثاني من لقائنا، أو الموضوع الثاني، موضوع الشائع أكيد والمزعج أحيانا، أسباب الرائحة الكريهة من الفم. يا ترى شو هي الأسباب اللي تخلي إنه رائحة الفم تختلف من شخص لآخر؟ أحيانا ربما تكون ما في أي نخر، ما في أي خراج، ما في أي موضوع. لو تحكوا لنا شوي عن الموضوع هذا. هلا رائحة الفم، فينا نقول رائحة الفم الكريهة، يعني إنه الواحد يكون بينزعج من ريحة التم، هو موضوع شائع. وكمان عندنا كذا سبب لهذا الموضوع.
منا أول شيء يعني نعيد ونكرر عليها أنه سوء الصحة الفموية، أنه واحد ما يعتني بأسنانه، ما يفرش أسنانه. هي بطبيعة الحال المريض بشكل طبيعي عم يأكل ويشرب، فيصير في بقايا أكل بين الأسنان. هاي البقايا مع المرور الأيام بيصير في بتتراكم فوق بعضها وبتعمل تعفن نوعا ما، وبيصير في نتيجة بقايا الطعام هي بيصير في ريحة دم. هلا كمان في عنا شغلة تانية، انه اذا كان احد الاسنان مسوسة، مثلا اذا كان في تسوس باحد الاسنان والمريض هامله وصار في تخرب بالسن وصار في عفونة، كمان احيانا طالع ريحة الدم. كمان عنا موضوع كتير شائع انه هو التنفس الفموي اللي بيعانوا منه تقريبا الصغار والكبار. تقريبا التنفس الفموي هو المريض اللي يعني اثناء النوم بيتنفس من تمه مو من انفه. فهاي كمان انه بيصير في عنا شيء اسمه جفاف فم. فانت نتيجه تنفسك عن طريق الفم بيصير عندك جفاف فم، هذا يؤدي انه بيصير عندك رائحه فم كريهه. اكيد هي الاسباب، هي بتكون نتيجه انسداد جيوب انفيه او شيء. طبعا هي الحاله موضوع بيتحول لاخصائي الاذن والانف والحنجره ليعالج السبب، واذا تعالج منها كمان بدها شويه معالجه لحتى يتخلص منها. تمام. مثل ما قلت يعني وكتير شائع كمان عند الأطفال كمان أنه يكون في التهاب باللوزتين، وخاصة إذا اللوزات التهبت وصار عند خراج كمان بيصير عندك بتطلع قيحي تماما، بيصير عندك بيطلع ريحة مو حلوة من الدم. وكمان عندنا سبب تاني اللي يعاني منه اللي هو ارتجاع المري. ايه، فانه المريض اللي يكون عنده ضعف بالعضله العاصره بين المري والمعده، هي بتسبب انه الحموضه اللي بالمعده بيكون هي العضله شوي مرتخيه. فهي الحموض والغازات هي بتطلع عن طريق المري بتطلع على التم، بتطلع على هيئة انه المريض عنده ريحة دم مو حلوة تماما. كمان هي بتعود كمان بدها معالجة عند اخصائي هضمي. تماما. دكتور، كيف بيتم العلاج عن الموضوع هذا، سواء كان تداخل بين الأذنية الأذن وحنجرة أو الهضمية عندكم الموضوع؟ إذا كان عندكم كيف بيتم المعالجة؟ هلا بطبيعة الحال إذا الموضوع عند الدكتور الأذنية أو الداخلية، فهذا هي إجراءات يعني هن بيتخذوها وبتعالج المشكلة. العلاج بيكون يعني أولا وآخرا بمعالجة السبب. يعني نحن ما فينا نغطي مثلا انه كتير احيانا المرضى يجوا انه لا الدكتور نتمضمض مثلا مي وملح، هي الطريقه الشائعه او مضمضه معينه. نحن نقول لهم لا، في السبب الاساسي اللي بسبب هالمشكله لازم نعالجه بالاول. هلا مثل ما قلت لك، يا اما يكون كاخصائي الداخليه او الاذنيه بيعالج السبب، او في احيانا انه مثلا في عندك سوء عناية فموية، ما يعني صحة فموية تكون الشخص نفسه سيئة، انه مثلا نحن نحفزه انه يفرجي مثلا مرة مرتين 3 مرات باليوم، يستعمل مضامة فموية. احيانا اذا مريض عنده التهابات لسه كتير شديدة مثلا، او عنده قلح او عنده الجير اللي على الاسنان، نحن نعمل له تنظيف اسنان عند الدكتور كمان اذا عالج هذا السبب، وطبعا مع ادوية ومضامات كمان بتروح الريحة. في مثلا انه الرياضيين نوعا ما الاكل النظام، يعني النظام الغذائي بيلعب دور كمان بهذا الموضوع. كيف دكتور؟ يعني التناول السكريات بشكل والبروتينات. الأغلب الرياضيين خاصة اللي عم ياخدوا بروتينات لكمال الأجسام، وهي كمان هي تتظاهر بريحة بالتم. كمان يعني عندك إذا أنت نظامك الغذائي كله على البروتينات مثلا بقوليات
والسكريات والنشويات، وانت ما عم تاخد مثلا فواكه او خضره لحتى تحسن من نظامك الغذائي. كمان هي احد الاسباب يعني. احد الاسباب اللي اسمه في انه مثلا نحن نتناول بقدونس مثلا. بقدونس هو احد الخضروات انه المستمعين لحتى يستفيدوا من المعلومه تماما، انه هي نحن بعد اي وجبه، خاصه وجبه الغداء مثلا، انه بتقدر تاكل شويه بقدونس لحتى تحسن من ريحه تمك، لانه هي تقريبا تقضي على ريحه الدم. حلو كتير. مشكور على اللقاء الحلو والجميل دكتور. حابب بنهاية اللقاء شوية نصائح لمستمعينا اللي خلاصة اللقاء مثل ما بيقولوا اللي للصحة الفموية ولا الاعتناء بالفم، نختمها بشوية نصائح من عندكم. هلا اكيد بقول لك درهم وقايه خير من قنطار علاج. اولا واخيرا يعني هي بتضل على الواحد انه نحن لازم نعتني باسناننا، على الاقل نفرشي اسناننا مره مرتين باليوم. عندك الزيارة الدورية لدكتور الأسنان، عندنا هي ثقافة شوي لسه نحن بنعاني منها، إنه يعني بيضل فترة بس ليروح عند الدكتور. والله دكتور عندي هيك، نحن نقول له لو سألان عن حالك أبكر كان أحسن. موضوع يعني هو أولا وأخيرا المحافظة على النظافة الشخصية، الصحة الفموية. نحن نقدر في مضامض تفريش مثلا، في مضامض نحن نقدر نستعملها بشكل يومي لحتى نتجنب مثلا سواء كان ريحة الدم أو محافظة على نظافة الأسنان أو محافظة حتى لنتجنب التهابات اللثة. أكيد. شكرا كتير لكم دكتور فرياد سليمان خلف، أخصائي في طب الأسنان وجراحتها. شكرا لكم كمان ولكل المستمعين ويعطيكم العافية. مستمعينا بنختم لقائنا. طبعا بشكر زميلتيني شيرين وشيزر. كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. للأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.